وعشان كالعادة البدري ما بيجاوبش لوحده أبدا أبدا أبدا، في 5 منكم هيكسبوا 5 كتات من دول عشان تجاوبوا معايا وتقولوا لي إيه رأيكم. النهارده معانا الاختراع الجديد اللي مالي السوق، البندل. دايما في مصر كان البندل ده حاجه بيقدمها المحل، يعني انت ممكن اقول لك تعالى عند الاستور اديك ازازه ليكويد ومعاها جهاز، اديك مش عارف ايه وكارتج بسعر كذا. اول مره اشوف بندل جاي من شركه في بوكس واحد مقفول، هو من شركتين مش من شركه واحده. البندل ده بتاع شركه فابريسو مع فيب ستيشن، عباره عن جهاز وازازه ليكويد وكمان لينيارد. ايه اللي لفتني في البندل ده؟ لفتني في البندل ده السعر، ووداني في حتة تانية عند ناس تانية. البندل ده دخل عند منطقة الديسبوزبل، بنفس الفلوس اللي هتجيب بيها جهاز ديسبوزبل وهتشرب منه وبعد كده هترميه، هتقدر تجيب بندل جهاز وجوس هيديك وقت أطول وكمان مش هترميه. فالتساؤل بقى، انا لو معايا نفس الفلوس هشتري بيها جهاز واشرب بيه شويه وارميه، ولا اشتري بندل ويقعد معايا شويتين 3 4 5 واجيب كارتج كمان واكمل بيه تاني؟ للاسف الماركت في مصر اخر سنتين ما بقاش فيه تنوع كتير في الشركات، يعني هم كلهم شركتين او 3 هم اللي موجودين وعمالين ينزلوا موديلاتهم، مع ان في شركات تانية قويه جدا بس شغاله بقى مصر وعماله تنزل وعماله تحدث وكده، بس احنا ما بنشوفش. اسباب كتير ان انت ما تجيبش منتج بره الشركتين 3 اللي في السوق. اول سبب هو الكارتج، هل الكارتج بتاعه موجود وهقدر اشتريه تاني، ولا هعمل الجهاز عشان مش هلاقي كارتج؟ تعال بس الاول اقول لك فابريسو دي مين. فابريسو دي يا معلمين شركه تابعه لشركه اكبر اسمها سامور. طبعا انا الدخ في الايه عمري ما اقولها لك صح، انا كتبتها لك اهي. سامور دي يا باشا دي دنيا تانية، دي شركه تكنولوجيا صناعه اجهزه التبخير الالكتروني واجهزه الاستنشاق عايز اقول لك ان انا لما دخلت دي الشركه الوحيده في الصين اللي خدوا مني موبايلي حطوا عليه ستيكر عشان ما صورش حاجه. سامور بتنتج منتجات كتير وبتنتج حاجات مغذيه لصناعات تانية، وبينتجوا كمان اجزاء من الفيب لمصانع شركات تانية، فبنتها هي فابريسو. يعني فابريسو هي بنت سامور. وطبعا يعني اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، فلو في حته جديده ولا في لقطه هديها للشركه بتاعتي الاول. عموما فابريسو من البيج 5 وورلد وايد، اكبر شركات الفيب في العالم وحاجه كده مؤسسه، فما تتخيلش ان هم يعملوا جهاز نص نص او عشان جهاز اقتصادي يعملوا جهاز تعبان. تعالوا نتفرج على السيت اب سوا. والان مع البندل. اول بندل جاي على بعضه بندل. تعال نتفرج البندل ده بيتفتح ازاي. طبعا في الوان كتير واختيارات مختلفة من الجوس، يعني انت جوه كل علبة في ليكويد مختلف. انت بتخش المحل تقول له لا والله يا عم انا مش عايز مانجا انا عايز فراولة، عيش حياتك مع صاحب المحل. طبعا البوكس جواه الجهاز سيلد، فوانت بتشتري هتلاقي الجهاز مباشر، وهتلاقي لينيارد من فيب ستيشن اللي هو حبل التعليق للناس اللي معهاش، وده عاملينه تقريبا يركب على اي جهاز، حاطين فيه دي، فده هيركب على اي جهاز. الناس اللي بتشتغل بايديها وكده بيفرق معاها اللينيارد ده، يعني هو بيبقى اصلا 50 جنيه 60 جنيه، فاعتبره في ثمن الكت، يبقى انت كده احسب التوفير بتاعك. ومعانا ازازه فيب ستيشن اللي طلعت في الكت دي باشن فروت كيوي جوافه، سلط نيكوتين 50، وعليها السكراتش كود بتاع شركه فيب ستيشن. بس احنا برضه بنقول ان انت معاك المحل فيه تشكيل، فانت هتقول له لا والله انا مش عايز 50 عايز 30، لا مش عايز جوافه عايز مانجا، فده اوبشن متاح. ودي علبه الجهاز ومقفوله سيلد وعليها السكراتش كود، وانا ما شفتش منه جهاز تقليد خالص. الجهاز من الفئه الاقتصاديه الجديده. الفئه الاقتصاديه الجديده دي فئه سوبر، يعني هو جهاز اقتصادي ما فيهوش شاشه وبتاع، بس فيه شويه ادجاست وفيه بطاريه قويه. قبل ما نفتح هنقرا المكتوب مواصفات الجهاز. بيقول لي ان الدايمنشن بتاعته بالمليمتر فكك، وبيقول لي ان البوت بتاعه 4.5 ملي. على فكره ده رقم كبير لو انت عرفت كمان ان معظم الديسبوزبل بتبقى من 10 ل 15 ملي،
فانت معاك في الكارتج الماليه الواحده بس بيقول لك ان هي 4.5 مللي، وبيقول لي البودي ريزيستنت بوينت 8 15 واط، ولو شغلته على النظام التاني هتبقى بوينت 6 28 واط. باتري كاباسيتي 1400، ودي حلوه قوي على جهاز ما فيهوش شاشه وما فيهوش الشغل ده. وبيقول لي ديسبلاي لايت انديكيتور اللي هي اللمبه اللي بتنور الوان وكده. يبقى انا اللي لفتني هنا حاجتين. اول حاجه السعه بتاعت الكارتج الكبيره اهي كاتبينها برضه تاني في الجنب 4.5 مللي، دي سعه محترمه جدا لان الكارتجات العاديه 2 مللي، الكارتجات المتحدثه 3، انت بادئ ب 4.5. وكمان البطاريه 1400، الاثنين دول جداد يا جماعه. انا اخترت الجهاز البني عشان القصه بتاعت تشكيله الالوان عباره عن جزئين، في اجهزه جلد وفي اجهزه ميتال، وكل اجهزه ليها الوان، فانا اخترت الجلد البني لان ده بالنسبه لي عنوان الفخامه. هفتح الكيس هلاقي الباشا، بس برضه يعني الفينش عامل شغله. جهاز جلد مسكته حلوة جدا في الايد، مكتوب هنا فايب اس اي، وهنا مكان اللمبة. الناحية التانية الزرار اللي بيقلب بين سنجل كويل ودول كويل. الكويل بتاعه مش على فكرة، لا ماسكة، يعني مبدئيا الانطباع الاول ان انا ماسك حاجة لكجري، يعني مش ماسك جهاز معفن من ابو رخيص. لا لا لا، حلوة كمان الجلد يا جماعة، برضه مديله فخامة. ده الكارتج الدبابة 4.5 مللي، وفعلا لما شفته صدقت ان 4.5 مللي دبابة. طبعا عليه السيلد بتاع الكارتج الجديد. وعشان كالعادة البدري ما بيجاوبش لوحده ابدا ابدا ابدا، في 5 منكم هيكسبوا 5 كتات من دول عشان تجاوبوا معايا وتقولوا لي ايه رأيكم. اعمل شير للفيديو ولايك، واعمل لي منشن ل5 من اصحابك اللي بيشربوا فيب، واعمل سحب الاسبوع الجاي على ال5 كتات ل5 منكم. 5. ركب يا عم اللينيارد بتاعتك، انت كده كده دافع ثمنها، والبس اللينيارد كده وعلق الجهاز بتاعك، الدنيا حلوه. اول ما هبدا عايز افهمكم حكايه ازاي الجهاز بيشتغل سنجل كويل ودول كويل مع بعض، يعني ازاي بيبقى فيه جهاز شغال مقاومتين. قصه وما فيها ان هم عاملين البن بتاع الكويل ب3 فرد، هتكلم بالبلدي. هو عامل لك دي مع دي يشتغل سنجل، ودي مع دي ودي يشتغل دبل، والجهاز من جوه فيه 3 بنات، مش زي الاجهزه بتاعتنا اللي فيها 2 بن بيوصلوا باور بس. عن طريق ال3 بنات بيقدر يتحكم في كويل كمان، هم فوق بعض على فكره مش جنب بعض، فهو بيشغل الحته دي سنجل ويشغل كمان الحته دي فوقيها، يبقى كده اشتغل لك دبل مش. طبعا دبل مش هيديك بخار اكتر وهيديك احساس بالفليفر اكتر وغني، بس بيبقى جامد. ففي ناس بتحب تشرب على الهادي، فمفيش مشكله، معاك الزرار في الجنب، والله اشرب سنجل على الهادي خالص، تك اشرب دبل ودي جامد واولع الدنيا بخار، اللي يريحك ده مزاجك. وعشان موضوع الدول ده هتلاقي الكارتج مكتوب عليها مقاومتين مش مقاومه واحده، زي الكارتج ده مكتوب لي عليه 0.7 ومكتوب عليه 1. طبعا الكارتج بيديك مقاومتين 0.7 و1. 0.7 دي ادي جامد يا معلم، وبالنسبه للناس بتشرب سولت ارشح لك اشرب 1، لان 1 هاديه شويه، 0.7 بتدي بخار اكتر وبتدي اداء اكتر، وخلي بالك برضه ان 0.7 بتاكل بطاريه الصح. طب الفيديو ده بتاع الانطباعات الاولى. الانطباعات الاولى بالنسبه لنا، اولا شكل الجهاز شيك جدا، مش موضوع جهاز اقتصادي شكله وحش، لا، حته الجلد اللي عليه دي، وكمان الوان الميتاليك هوريها لكم في الفيديوهات التانية مختلفه خالص. فمبدئيا بالنسبه للجلد معايا مدي الجهاز فخامه. فكره ان انت ادجاست بين مقاومتين للكارتج دي ممتازه، لان
من الاخر كده كانك حطيت في الجهاز سويتش او شاشه زي الاجهزه البريميوم اللي فيها شاشه وبتقدر تادجست الوات. هو هنا ظبط لك حاجه في العالي وظبط لك حاجه في الهادي، واللي تعجبك فيهم بس هتروح قالب الزرار ده. طبعا الاول عن الكارتج. الكارتج دبابه 4.5 مللي. لما مليتهاش على فكره انا متعود يعني انا ايدي ميزان او هعمل كده 3 مللي، فعملت كده 3 مللي حوالي يعني تقريبا نص الكارتج. فالكارتج لو كده دبابه، لان انا كده بصراحه ممكن املاها في اليوم كله مره او مرتين بس. عادة ملي الكارتج وهو راكب مش هتشد الشبشب ده كله، هو شبشب بصراحه، وانت راكب هتروح فاتح الجنب ومالي، ودي حاجه لطيفه جدا ان انا مش مضطر ارفع الشبشب كل شويه، وفي نفس الوقت هتحافظ على العمر بتاع البن انها مش كل شويه طالعه نازله. اسئله اللي بتيجي في بالي لما بجرب اجهزه بوت سيستم: هل لما البطاريه تنزل وينور احمر ويبقى فاضل في البطاريه 20% اداء الجهاز هيقل؟ هل لو انا الكارتج دي خلصت ولا باظت ولا ولعت بجاز هنزل اي محل الاقي الكارتج ولا البس الجهاز؟ هل البطاريه اللي جوه دي 1400 بجد ولا حاطين اي بطاريه؟ ما انا مش شايف حاجه، انا شايف جوه البطاريه كام، هجيب انا الافوميتر واقيسها، ما بفهمش في الحاجات دي. فهل البطاريه دي بتقعد فعلا 1400؟ يعني المفروض تقعد مره ونص زي الاجهزه الثانيه. هل لو بشرب ديسبوزبل وبدل ما اشتري جهاز ديسبوزبل اشتريت الجهاز ده هتوفر معاك كتير في الفلوس ولا لا؟ هل هنجاوب على كل الأسئلة في الفيديوهات اللي جاية. وما تنساش ان في 5 كتات على الفيديو ده و5 كتات على الفيديو اللي جاي و5 كتات على الفيديو اللي بعده. كل المطلوب منك منشن 5 اصحابك واعمل شير للفيديو، وكل اسبوع هنختار 5 يكسبوا 5 كتات مقدمة من فابريسو وشركة ميدليف اللي مقدمه لنا الباكج دي، هم والموزع معاهم مستر زعفران، مديني دول وقالوا لي خد دلع الناس بتاعتك يا بدري. فشكرا ليهم جدا ان هم ادوني جيف اواي اديه ليكوا، وهنشوف يلا سوا مين الكسبان الاسبوع الجاي.